السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لما كنا شغالين في الكاد، كنا عايزين نوضح إن في سوكت مثلا فوق سوكت بالظبط. كنا بنيجي مثلا وليكن في الكاد كده وناخد السوكت ده ونحطه فوق ونبقى نحط الارتفاع بعدين. في الكاد مثلا هنا ده 400 وده 600. بنوضح يعني إن الاتنين فوق بعض. طيب، ناس كتيرة بتسأل بنعمل الحركة دي ازاي في الريفت؟ طبعا احنا في الريفت الاتنين جنب بعض، ففي 3 دي باينين كده. طب انا لو جيت مثلا خليت الاتنين دول فوق بعض بالظبط، فهم في ال 3 دي هيبقوا باينين اكنهم هم فوق بعض، هم في ال 3 دي ومظبوطين وزي الفل. ولكن في ال 2 دي اللوحه اللي انا هطلعها علشان العامل او المهندس يشوفها في الموقع هيبانوا كانهم واحد. فانا مش هينفع امسك ده واطلعه قدام كده. ليه؟ لان أنا لو طلعته كده في الريفت فانا طلعت الموديل اليمنت، هيبقى باين في ال 3 دي ان هو اصلا قدام كده مش على الحيطه. فده طبعا حاجه غلط، فانا عايز ارجعه تاني. عملت كنترول زد وهرجعه تاني. طب نعمل ايه الحل يا باشمهندس علشان نتلاشى حاجه زي كده او نحلها ازاي؟ والله عندنا حلين. اول حاجه هنخش في الفاميلي جوه كده، هنضيف فيها بارامتر ان هو يطلعها او ينزلها، او نعملها بالفيزيبيليتي. طبعا عارفين ان اي حاجه اللي هي الفيرتيكال بيزد على الظاهر هنشوفها في الباك. فهنحلها بطريقتين. الطريقه الاولى هي الفيزيبيليتي. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني والله دي كده 2 دي element اصلا بتظهر في 2 دي بس، مش بتظهر في 3 دي. بمعنى الديتيل ايتم بتاعنا ده هناخده وهنكبره مثلا فوق التاني بالظبط. كوبي، حطه هنا. وهنيجي على الفيزيبيليتي وهنربطها مثلا ببارامتر وليكن هنسميه اوفست. وطبعا عارفين الفرق بين التايب والانستنس، فاحنا نخليه انستنس. الانستنس ده يعني هتحكم في كل فاميلي لوحدها او في كل اليمنت لوحده. واقول له اوكي، ده اليمنت موجود فانا اساسا ده بارامتر موجود فانا مثلا اسميه اوفست واحد وليكن. وينزل تحت اذر. اوكي، وهقول له لود انتو بروجكت. ابين ان ده فوق اللي تحته، فهبينه ازاي؟ هاجي هنا مثلا ده كده اوفست واحد، طلعه قدام، فبان لي ان هو فوق ده. طيب انا عايز اشوفه في ال 3 دي. ده كده شكله في ال 3. ده امسك اللي تحت وامسك اللي فوق مفيش فيها اي مشاكل. ده كده شكله في ال 3 دي. طيب انا دلوقتي عايز اعمل حل تاني. كنترول زد، كده الاتنين فوق بعض عادي اهو. الاتنين فوق بعض في ال 3 دي. عاوز اخلي واحد يطلع فوق التاني وليكن بمسافه معينه، فانا ممكن اعملها ب الايديت فاميلي. اعمل مثلا ب دايمنشن. نشوف مع بعض. انا همسح ده خالص، مش عايزه. هاجي مثلا هعمل ايه؟ هاجي هربط السوكت ده او التو دو ايلمنت ده بدايمنشنز. هعمل اول حاجه ريفرنس بلان. ار بي، اختصار ار بي ممكن تجيبه من فوق. ار بي ومش فانا هصيره بس ريفرنس بلان. ظهر الريفرنس بلان بتاعنا. انا همسك مثلا الاليمنت او التو دو ايلمنت او التيل ايتم ده وهطلعه فوق. هربط الريفرنس لاين ده مع التيل ايتم ده ازاي؟ هعمل امر الاين اي ال، وهاجي هعمل الاين الاثنين مع بعض واقفل بس القفل ده. اعمل كونسترين اقفل القفل. بعد كده هعمل دايمنشن دي اي وهربطه مع الليفلز ده او الريفرنس لاين ده. دايمنشن اظهر بس الدايمنشن. انا هعملها تاني دي اي دايمنشن. هعمل دايمنشن ما بين ريفرنس لاين ده والريفرنس لاين ده. وهاجي امسك الدايمنشن وهعمل بارامتر اسمه وليكن اوفست. المره دي مثلا اوفست 2 عشان مش متكرر، وهعمله انستنس. كده بقى الدايمنشن عندي ده كده بارامتر اقدر اتحكم فيه. انا مثلا وليكن عاوز اخليه زيرو ينزل، عاوز اخليه مثلا 100 هيطلع، واتحكم فيه زي ما انا عايز. وليكن اخليه زيرو مثلا، واقول له لود انتو بروجكت. ده البروجكت بتاعي. ده كده طلع علشان كنت عامل مثلا هنيجي عند الدايمنشنز. هنيجي عند الدايمنشنز هنلاقي ده اوفست 2 اهو.
نزل تحت الدايمنشنز، فانا عايز اخليه وليكن زيرو، ده كده زيرو. طيب عاوز مثلا ده زيرو ده يبقى اعلى فوق شويه، هاجي امسكه برده اقول له مثلا طلعه لي عند 300، طلع فوق ال 2 دي ايليمنت ده، وال 3 دي ايليمنت زي ما هو ما حصلوش اي حاجه. طبعا ده اللي يهمنا في ال 3 دي، ان الحاجه الموديل ايليمنت تكون مظبوطه. وفي ال 2 دي برضو الراجل او اللي هيجي يستخدم هيجي يقيس او اللي هيجي ياخد اللوحه يعرف ان في اتنين هنا فوق بعض، واحنا هنوضح الليفل سواء في ديتيلا او في ليجند او ايا كان. والسلام عليكم ورحمه الله.